عملية تجميل الأنف مش تجميل شكل. امم الأساس فيها إن إحنا لو في خلل وظيفي بنحسنه. الخلل الوظيفي ده بيشمل أسباب كتير جدا، امم أهمهم ميلان الحاجز الأنفي. تاني سبب بيكون إن حصل تروما تو ذا نوز، فحصل فيه مشكلة في العظم أو الغضاريف بما فيهم الحاجز الأنفي برضو، فأدى لانسداد مجرى التنفس على ناحية واحدة أو ناحيتين. الحاجز الأنفي ممكن يؤدي إلى تضخم القرنيات أو الرفوف الأنفية، فيؤدي إلى أن دخول الهواء يكون مش بصورة طبيعية. امم لازم بس معلومة نبقى عارفينها، يمكن كتير ما يعرفهاش، ناس كتير ما يعرفهاش، إن في جزء دايما في ناحية من ناحيتين مقفول عندنا كلنا في وقت معين وإحنا مش حاسين، والناحية معينة هي اللي شغالة. أقصد أن تحديد دخول الهواء في الأنف بيتغير، الايروداينامكس بتاعته بتتغير بعوامل كتيرة جدا وفي توقيتات مختلفة.